بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اقف مع نفسك شوية، بص حواليك، شايف ايه؟ وشوش بتبتسم على شاشات، حيوات مظبوطة ومتلمعة في علب أنيقة، ودوشة ما بتخلص. لكن هل فكرت مرة ترفع الهدوم البراقة دي وتشوف اللي تحتها؟ احنا النهاردة محتاجين وقفة صريحة مع نفسنا. عرب ومسلمين دي هويتنا، ده أصلنا المحفور في أعماق التاريخ. لكن للأسف بقينا زي العرايس في فاترينة العرض، لابسين هدوم تبهر العين لكن جوه أجساد تعبانة وعقول فاضية احتلها الممثلين وسكنها اللهو والمسخرة. أنا سعيد، ودي أول حلقة من بودكاست صحوة، وعايزكم معايا في الرحلة دي نبحث عن إجابة سؤال يمكن يكون أخطر سؤال في حياتك: مين أنا؟ أو أنت مين؟ خلينا نبتدي بصراحة توجع شوية، بس للأسف ضرورية. إحنا عايشين انفصام أمة اقرأ اللي ما بتقراش، اتباع نبي الرحمة اللي ضاع حلمهم ما بين تشدد بيخنق الروح وتسيب بيميع الهوية. بص على المسميات اللي بنحطها على بعض: ده ملتزم ومتشدد، وده متسيب، وده علماني، وده برتقاني. تصنيفات وحواجز ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحت جدران عالية ما بيننا. إزاي سمحنا للسوشيال ميديا تسرق مننا أغلى ما عندنا؟ إزاي الشاشات الصغيرة دي قدرت تقنعنا إن السعادة في صورة، في لايك، في إنك تمتلك حاجة الناس تشوفها؟ بقينا بنمثل حيواتنا بدل ما نعيشها، بنعمل من نفسنا فيلم قصير بطله مش شبهنا والسيناريو بتاعه كتبه غيرنا. هنا في اللحظة دي لازم تسأل نفسك، لما تقفل كل النوافذ دي وتقعد لوحدك في اوضتك، انت مين بجد؟ ايه قيمتك من غير شكلك ومنظرك؟ ايه اللي تعرفه عن دينك من غير البوستات؟ ايه اللي تعرفه عن لغتك وتاريخك وامتك من غير الترند؟ للأسف الإجابة صعبة. أغلبنا هيلاقي فراغ، عقل فاضي سكنوا ممثلين كتير، وروح تايهة بتدور على نفسها في مراية مكسورة. لكن في عز الضلمة دي دايما في شعاع نور. المشكلة مش في إننا نقع، كلنا بنتكعبل. المشكلة الحقيقية إننا نستسلم للوقوع وما نحاولش نقوم. جرب تخطو خطواتك دي معايا. لحظة الصفا، هات ورقة وقلم وروح مكان هادي بعيد عن موبايلك. اكتب صفاتك الحقيقية، قوتك، ضعفك، بتحب ايه، بتكره ايه، مؤمن بايه. دي خريطتك اللي هتنطلق منها. اختار رفقائك بحرص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. طريق النجاح اللي بتطمح له ممكن يكون فاضي من الصحاب في الأول، وده صحي جدا. الوحدة في التعلم والرياضة والتفكر هي صديقك اللي بيبنيك مش بيهدمك. دور على الجوهر مش المظهر. بدل ما تركز على الهدوم اللي الناس شايفاك بيها، ابني الجسد القوي بالرياضة والعقل النير، بالعلم والقراية والروح المطمئنة، بالصلاة والقرآن. ده هو الجوهر اللي مش بيبلى، والاستثمار اللي مش بيخسر. علشان كده عملت المساحة دي بودكاست صحوة، مش مجرد حلقات بتتسمع، دي رحلة بنمشيها مع بعض. في الحلقات اللي جاية هنتكلم بكل صراحة عن ازاي تبني جسمك، ازاي تثقل عقلك، وازاي تعرف طريقك وسط ضباب العالم ده. هنتعلم ازاي ننتزع نفسنا من مستنقع الملهيات علشان نبني شخص سوي، وبعدين أسرة متماسكة عشان يبقى لنا أثر في صنع مجتمع عظيم. اتعلمت من تجارب الحياة إن الخبرة الحقيقية ما بتكملش إلا لما تشاركها. عشان كده أنا هنا بشاركك اللي اتعلمته وبتعلم منك كمان. دي مش رحلتي لوحدي، دي رحلتنا كلنا. أخويا، أختي، ده مش محتوى للتسلية، دي رسالة. لو حسيت إن جواها صدى للي في نفسك ما تخليهاش عندك، شاركها مع اللي بتحبه، مع اللي بيدور على طريقك. اشترك في القناة وفعل الجرس وكون سفير للأمل ده اللي بنحاول نزرعه مع بعض. وأسيبكم مع الآية اللي دايما بتكون لينا بوصلة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.